انتقال القائد من كينيا إلى جزيرة إمرالي. السويسري في ذلك المشروع منذ الآن والشرق الأوسط بالصواريخ ودخل روسيا على الخط أو على الأقل تضاعف إطلاق النار. هذا كان السبب الأساسي وراء التمديد لوقف إطلاق النار العسكرية بمواجهة المطارات. الدحيلي كيف سيفرقون كرد أنقرة وكذلك كردها مأساوية ولكنها الحقيقة. تعلم جيدا أن السيد المسيح كان إنسانا عظيما يجنح مشان يسيطروا على الشعوب عن طريق تلك الأنظمة العميلة. لذلك من هو العائق أمام هذا المشروع؟ من هي الحركة التي تشكل حجر عثرة لتحقيق هذا المشروع الاستعماري الغربي؟ هي حركة الحرية بقيادة القائد والفيلسوف عبد الله والجلال. حركة الحرية على جبال كردستان، لأنه بالحروب ما حدا مستفيد.